بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي يوميات سالي شانيل، حبايب قلبي جمهور وفانساتي في كل أنحاء العالم، هاي ويلكم ماي فريند. عاوزة أقول لكم في الله بحبكم. هتقولوا لي بقى بتصوري ايه يا سالي وايه ده يا سالي؟ هقول لكم تعالوا كده بس صلوا على النبي كده يا جماعة واستهدوا عليا شوية بس بالراحة شوية. بس أهم حاجة صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حط اللايك يا حلوين واشتركوا في القناة عشان يوصلكم منه كل جديد. تعالوا بقى صلينا على النبي، صلينا على النبي. البيت ده يا جماعة اللي انتوا شايفينه ده بيت. البيت ده اللي انا كنت قاعدة فيه عند اختي. تمام، قولوا تمام. اوكي، قولوا اوكي. هو كده بالنسبة، هو ده البيت. انا قلت بقى اصور لكم المدخل والبيت. انتوا خدتوا بقى ايه فكرة من الاول. إيه في حاجات كتير، فقلت بقى ايه باني بقى تعالوا بقى قولوا يعني ايه. نتكلم مع بعض شوية وندردش مع بعض شوية واقول لكم تعالوا بقى نصور معاكم كده. ده كده يا جماعة ده شقة من ضمن البيت. ده شقة زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما انتوا هتشوفوا المدخل معايا. ده المدخل، ده كده السلم اللي طاير. هو عبارة البيت عبارة كده. ده المدخل وده سقف المدخل، وايوه هو ده كده سقف المدخل من تحت على طول كده. وكمان في بوابة كبيرة، هتشوفوا معايا كل حاجة واحدة واحدة. وهنا الكراسي كده. ده المدخل. تمام تمام. هجيب لكم بقى من اول خالص بداية البوابة، بس اصبروا شوية. ده كده ده طالع على الشقة كده على طول على طول. و وهنا برواز كده. كل حاجة طبعا واضحة امامكم. وده البوابة، هي دي كده البوابة. ده البوابة بتاعة البيت. وده المأوى كده. نفتح البوابة بندخل المدخل، وفي كراسي كده محطوطة علشان لو واحد جاي من سفر، واحد جاي من مشوار تعبان وهبطان، عما يطلع على السلم ده لا يقعد يستهدى شوية ويرتاح شوية وبعد كده يطلع. اي حد ضيف كده على السريع ثواني كده، اي حد بيبقى واقف على الباب ممكن نفتح له البوابة يقعد على الكراسي دي وايه عشان بقى إيه كده يعني. تمام تمام. ده كده زي ما انا قلت لكم المدخل، وده السلم اهو. كل حاجة ظهرت قدامكم بالظبط كده. كل حاجة وضحت. كل حاجة تمام. طب حط اللايك بقى يا حلوين، ولأول مرة يشوفني ويتابع يوميات سالي شانيل يشترك في القناة ويفعل زرار الكل علشان يوصلكم مني كل جديد هقدمه وبقدمه بإذن الله. وده السلم كده زي ما انتوا شايفين اهو. ودي أفعى كده. الأفعى دي بتيجي بقى للسلالم وكده، متاخدوش بالكوا يعني بس اوعوا تعضكوا. وبعد كده زي ما انتوا شايفين ده بقى ده طالع بقى على الشقة التانية. ده شقة دي كده. ده شقة تمام. ده تمام. في شقة تانية هوريها لكم دلوقتي اللي انا كنت بصور لكم فيها. ده اهو كل حاجة قدامكم واضحة. جبت لكم تاني من الاول تاني المدخل من فوق بقى علشان ده كده البوابة. ده المدخل ده السلم. جبت لكم تاني اهو. وده الشقة الاولى. كل حاجة وضحت قدامكم. وعاوزاكم تقولوا له رأيكم في التعليقات ايه رأيكم في المدخل بتاعنا ورأيكم في المدخل ده ونظام السلم ونظام كده. نظام السلم او حديد، عبارة عن سلم حديد طبعا. وبنطلع بقى تاني على طول على طول هنطلع الشقة اللي هي التانية كده زي ما انتوا شايفين. الشقة التانية بقى اللي كنت بصور لكم فيها. هو ده ندخل تطلع بقى على طول كده. هي دي بقى الشقة اللي هي ايوه هي دي بقى الشقة اللي كنت بصور لكم فيها. وهي رجعت لكم تاني علشان تشوفوا بعد كده اهونت. كل شيء واضح وتمام. تمام تمام. اوكي تمام. المهم بقى يا جماعة، عندي موضوع كده عاوزة اقوله لكم. بصراحة اثر فيا جدا جدا وانا كنت بستمعه. سمعته بس اثر فيا جدا وقلت احكيه لكم. تمام.
وهنا باب الشقة بقى، نفتح الشقة زي ما انتوا شايفين ده بقى، ده نفتح الشقة اهو، ده باب الشقة وافتح الشقة وهتشوفوا بقى ايه كل حاجة بطبيعتها، يعني من اول المدخل البوابة لحد السلم لحد ده الشقة اللي كنت بصور لكم فيها. هفتح بقى الشقة وهتشوفوا بقى الشقة بتدخل ازاي. يلا نفتح باب الشقة. وفتحنا باب الشقة وبقت الشقة هي دي. تمام تمام. اتفضلوا بقى برجلكم اليمين وسموا الرحمن وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي بقى زي ما انتوا شفتوا بقى طبعا كل حاجة قبل كده مصورها معاكم كذا مرة، كل حاجة واضحة أمامكم وكل حاجة معاكم عرفتوا. أخدتكوا بقى جولة فيها، أخدتكوا جولة فيها قبل كده. بعد ما أحكيلكوا القصة بقى اللي كانت شاغلة بالي وعاوزة أحكيها لكم، في سمعتها بصراحة بس حبيت أقولها لكم عشان تعرفوا ان ربنا كبير جدا جدا وما بينساش الظلم وما بينساش حاجة. فدايما احسنوا معاملتكم بالناس، ودايما خلوا بالكم ان في رقيب وفي ربنا ما بينساش. هتقولي في ايه يا سالي؟ احكي لنا الموضوع على طول بلاش رغي. هقول لكم. واحدة يا جماعة ما كانتش اتأخرت في الإنجاب، لسه ما خلفتش، ربنا ما كرمهاش، فكانت سلفتها عندها طفل، جابت طفل صغير. فبقى حماتها وحماها واهل بقى جوزها كانوا مبسوطين بالولد ده، طايرين بيه في طير، فرحانين بيه اوي 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 ان هي انها عندهم ولد. فبقوا يجيبوا له كل حاجه ويلعبوه ويدلعوه ويننوه والنار بقت تاكل فيها. فقالت ففكرت في يوم ان هي لازم تتخلص من الولد ده، من الولد ده. ففي يوم كان في فرن بقى شغال جنبهم كده، فرن يعني فرن حطب كده بتاع زمان، القصة ده انا سامعاها. فجابت الولا وراحت زقاه في الفرن وقامت حاطه وكده، وعملت ان هي ما تعرفش عنه حاجه، وقعدت تصوت تصوت زي الناس وقالت ان هي ما تعرفش عنه حاجه. والناس بقى ما يفتكروش وما اعتقدوش ان هي اللي زقته، طبعا ما خطرش ببالهم ان هي تعمل كده لان كانت بتصوت وتعيط. المهم الواد مات والموضوع انتهى. فات السنين وتيجي السنين وخلفت الست دي 5 أولاد. والعيال بقى يعني بعد بقى مر سنين خلفت، ربنا رزقها ب5 أولاد، وبقت تحطهم بقى والناس نست والواد راح والناس نست وهي كمان نست، بس ربنا سبحانه وتعالى منساش. خلفت 5 أولاد، أيوة خلفت 5 أولاد، خلفت 5 أولاد. وفي يوم كانت خارجة وقالت لهم، قفلت عليهم باب الشقة وقالت لهم أنا رايحة مشوار وجاية، خلوا بالكم من بعضيكم. العيال حابة تعمل دخلت المطبخ حابة تعمل حاجة، ولعت البوتاجاز. المهم ولعوا حاجة الله أعلم، ولعوا نار في الشقة، المهم ولعوا شمعة، المهم الشقة ولعت. ازاي بقى معرف، المهم الشقة ولعت. ففي يوم فهي بقى جاية من مشوار، لقت الناس ملمومة وهيصة وصويت وهيصة جامدة جدا جدا، وهي طبعا ما تعرفش في ايه يا جماعة، في ايه؟ في قالوا لها ده الشقة بتاعتك ولعة والنار بقى عايدة في الشقة والشبابيك والدنيا كلها ولعة. والأولاد فين؟ قالوا لها الأولاد في الشقة. طلعوا الأولاد، طبعا الأولاد ال5 ماتوا، ماتوا محروقين. فهي افتكرت الواد اللي هي موتته قبل ما تجيب أولادها، افتكرت الواد ده ابن سلفتها. فقالت يا الله، وتصوت بقى وتعيط وتصوت وتقول يا الله أنا نسيت وأهل ومامته نست وأنت يا ربنا ما نسيتش. أنا موتت واحد انت خدت أنا، وانت خدت مني 5، 5 يا رب، يعني 1 ب5 يا رب. وقعدت تعيط تقول أنا نسيت وهم نسوا وانت يا رب ما نسيتش، وتعيط وتعاقب نفسها ان هي سبحان الله ربنا يا جماعة ما بينساش حاجة. خلوا بالكم من النقطة دي، ربنا مش بينسى حاجة لو بعد سنين، لو بعد فات العمر، انتوا فاهمين؟ وان شاء الله كمان يعني احسنوا المعاملة بالناس، ولو لك حاجة حق عند حد هيرجع لك. ربنا كبير جدا جدا. ف شو سبحان الله، شايفين التعظ، شايفين المواساة يا جماعة ان هي ربنا ما ينساش حق الطفل، اهله ما يعرفوش ونسم وهي كمان نست، بس ربنا سبحانه وتعالى ما ينساش. ربنا لا يغفل ولا ينام عن حق الظالم وحق الطفل اللي مات. سبحان الله، برضو هم الأطفال ملهمش ذنب، وهم أكيد داخلين الجنة، وكمان الطفل ملهاش ذنب دخل الجنة، بس ده عقاب، كان عقاب قاسي جدا جدا للست دي علشان تفوق، وعلشان تعرف ان ربنا كبير وشايف ومطلع، وكان هيجيلك الأطفال بس انت استعجلتي.
الحقد يا جماعة، الحقد ملأ قلوب الناس لدرجة إن هي تعمل كده. يا جماعة دايمًا نكون خلّينا قلوبنا نضيفة، قلوبنا ربنا كبير جدًا، 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 وعلى قد نيتك هيدّيك، وعاملوا الناس بالنوايا الحسنة، ودايمًا احسنوا الظن بالله، ودايمًا ربنا كبير جدًا، جدًا يا جماعة، ومُطّلع على أعمالنا، ومُطّلع على قلوبنا، ومُطّلع على نوايانا. فسبحان الله واستغفروا ربنا كتير جدًا، جدًا، وربنا يتوب علينا من أي ذنب عملناه، وربنا يتولانا. ورمضان كريم عليكم، داخلين على شهر كريم، فكل واحد مخاصم التاني، يالّا بسرعة، بسرعة نتصالح مع بعض، ويالّا بسرعة، بسرعة نحسن قلوبنا لبعض. ويا رب يكون القصة عجبتكم، ويكون الفيديو عجبكم، ويكون كل حاجة أنا بقدمها بتعجبكم. وأتمنى من الله سبحان الله، أتمنى من الله عز وجل إن قناتي تكبر بيكم وليكم، وتكون قناة يعني على يكون عند حسن ظنكم. لو 1% يكون عند حسن ظنكم. وعاوزة أقول لكم في الله بحبكم، بحبكم كتير جدا جدا جدا. ويا رب يكونوا تكونوا كده دمتم ناعمة في حياتي، وأنا كمان ناعمة في حياتكم. متعرفوش يا جماعة أنا بحبكم قد ايه، انتوا عيلتي. ويعني أنا بقعد معاكم أكتر ما بقعد مع، يعني انتوا عدتوا جزء، يعني جزء كبير جدا 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 من حياتي. تمام. تمام. يلا بقى اقدر اقولكوا دلوقتي ايه، باي باي، مع السلامة، باي باي.